بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنتكلم المرة دي إن شاء الله في نقطة مهمة أوي، هي redistribution of moment، إعادة توزيع العزوم. هنتكلم فيها طبقا للكود الأمريكي ACI 318-19. النقطة دي مشتركة ما بين البلاطات والكاميرات، ولكن هنتكلم على الكاميرات عشان أحمال الزلازل. لو دخلنا على بند 6815 هنلاقيه بيقول لنا redistribution of moments calculated by inelastic analysis shall not be permitted. هفهم من كده ان العزوم الناتجه عن الزلازل انا مش هقدر اعمل لها redistribution عشان المبدا بتاع الار، ان بما ان الار بنحول بيها البيهيفير بتاع المبنى من elastic ل inelastic، فبالتالي انا دلوقتي الوضع عندي بقى inelastic، فمش هقدر ان انا اعمل redistribution. ولكن احنا لو دخلنا على الكومنتري بتاع البند ده هنلاقيه بيقول ان سيكشن 665 allows for distribution of moment calculated using elastic analysis to account for inelastic response of the system. فبالتالي انا دلوقتي عندي الامكانيه ان انا اعمل redistribution للمومنت عشان انا حاسبه بطريقه elastic مش بطريقه inelastic. هو كمان بيأكد المعلومه دي، بيقول المومنتس calculated by inelastic analysis explicitly، يعني بشكل صريح accounted for inelastic response, therefore further redistribution of moment is not appropriate. تمام. فبالتالي المومنت اللي محسوب من الاصل بالانيلاستيك هو بيقول ان هو في معامل تخفيض كفايه، فمش هنعمل له كمان مره. لحد دلوقتي انا فهمت ان اي كاميرا عليها احمال زلازل هقدر اعمل لها ريديستريبيوشن، ولكن عندي ثلاث اسئله. اول حاجه ده هيكون للنيجاتيف ولا للبوزيتيف؟ تاني حاجه هعمله امتى؟ تالت حاجه هعمله ازاي؟ الكود بيرد علينا وبيقول reduction of moment at section of maximum negative or maximum positive moment calculated by elastic theory shall be permitted for any assumption load arrangement if A and B are satisfied. يعني ايه؟ يعني الريديستريبيوشن ده هيكون مسموح لاي حاجه انا حسبتها بالالاستيك عادي تحت اي شكل توزيع للاحمال لو وفيت الشرطين دول A و B. ايه الشرطين دول؟ اول حاجه الفليكستشر ممبر ار كونتينوس، فانا مش هقدر ان انا اعمله لكاميرا سمبل بيم مثلا. تاني حاجه قيمه الاسترين في الحديد ما تقلش عن 0.0075 عند السكشن اللي هعمل عنده الريديستريبيوشن. طيب كام بقى قيمه التخفيض دي؟ فهو بيقول as a section where the moment is reduct redistribution shall not exceed the lesser of 1000 الاسترين اللي حاصل برسنت في المية and 20%. بالتالي انا هقارن ما بين الرقمين دول واختار الاقل. طيب خلينا ناخد مثال بالارقام. لو انا عندي بيم 300 في 800 وكانت الاف برايم سي بتاعتها 35 ميجا باسكال، البوتوم رينفورسمنت دلوقتي انا هعمل تخفيض للبوتوم رينفورسمنت. انا مفترض في الاول ان انا عندي تسليح 5 فاي 16 الاف فيلد بتاعته كانت 420 ميجا باسكال. طيب نفتكر كده مع بعض الايكويفالنت كونكريت بلوك ستريس وسترين. فاكرين طبعا الرسمه دي اللي خدناها في ثانيه مدني في الفيرست برنسبل. اقصى كومبريشن ستريس هيقدر يشيله الخرسانه هتبقى 0.85 في اف برايم سي، وهتبقى موزعه بشكل منتظم كده. عشان اركز الفورس دي هضربها في الاي في عرض الكاميرا اللي احنا هنسميه سي. يبقى دلوقتي لو عايز اجيب قيمه الكومبريشن اللي اسمها برضو سي كابيتال سي، فهقول له والله 0.85 في الاف برايم سي في الاي اللي هي المسافه دي زي ما قلنا في السي اللي هو العرض بتاع الكاميرا. كل ده بالنسبه لي معلوم، بس هو المجهول الوحيد اللي عندي ايه. طيب انا عايز اعرف الايه ده قيمته هتساوي قد ايه. من معادله الاتزان هقول ان سمشن الاكس هتساوي صفر، اذا السي هتساوي تي. طيب انا ما اعرفش التي، لا اعرفها لان انا مفترض حديد فعلي هنا، وكمان مفترض اف فيلد. فبالتالي لو خدت قيمه الحديد دي اللي هي 5 اسياخ قطر السيخ الواحد 16، بالتالي مساحته 200 مللي، ضربتها في الاف فيلد هقدر اطلع اقصى تنشن على الاسياخ. فهقول 420 الاف فيلد في الخمسه في ال 200 هيديني 420,000. سمشن الاكس هتساوي صفر، هساوي القيمتين ببعض يطلع لي قيمه الايه هتساوي 47.05 مللي. تمام. يبقى انا كده عرفت قيمه الايه ودور الكونكريت بلوك ستريسز خلص معانا. عايزين بقى ننقل على السترين، فلو دخلنا على شكل السترين هيكون بالشكل ده. طيب ايه المعلوم عندي هنا وايه المجهول؟ انا بالنسبه لي قيمه اكبر سترين هيحصل في الخرسانه هيكون 0.003، ده معروف. تمام. الدبث مطروح منه الكفر الدي تي بالنسبه لي برضو معروف. اتبقى لي ايه؟ اتبقى لي السي دي والسترين اللي عند الحديد. الكود بيقول لي في 22.2241 ان النسبه ما بين A و C بتحددها معامل اسمه بيتا 1، فبالتالي عندي ال A هتساوي بيتا 1 في C. تمام. ال A عشان نفتكرها هي المسافه دي
والسي اللي هي المسافه دي. فانا دلوقتي اقدر اجيب السي بشكل سهل بعد ما اخش على جدول 22 2 2 4 3 اجيب منه قيمه البيتا 1. انا بالنسبه لي الاف برايم سي بتاعتي 35، فانا واقع في الجزء ده من الجدول. هعوض بس على اف برايم سي ب 35 يطلع لي قيمه البيتا 1.8. يبقى انا دلوقتي عشان اجيب السي هقول 47.05 على 0.8 هيديني 58.80 من الملي. بتشابه المثلثات هقول المسافه دي على المسافه دي هتساوي المسافه دي على المسافه دي كلها، وكل حاجه دلوقتي بالنسبه لي بقت معلومه باستثناء الاسترين اللي في الحديد. فاقدر اجيب قيمه الاسترين اللي في الحديد هيديني 0.038. اقارن القيمه دي بالقيمه المسموحه ليا. انا كان عندي كود بيقول لي ان الاسترين لازم يكون اكبر من 0.0075. تمام. ونقطه مهمه ان الكود بيتكلم في الموضوع ده عشان يضمن ان القطاع تنشن كنترولد او اندر رينفورس، ان هو يكون ضامن ان يحصل استرين كبير في الحديد، فبالتالي يكون قيمه الحديد اللي موجوده ريزونبل، ما تبقاش كبيره قوي ما يحصلش عليها اي سترين، فبالتالي البيهيفير نفسه يميل لفكره ان هو يكون كومبريشن كنترولد او ان هو يكون اوفر رينفورسد. تمام. طيب فانا عندي قيمه الاسترين اهي، هضربها في 1000 تديني 38%، بس انا عندي الماكسيمم ريشيو كانت 20%. بالتالي لو هخفض المومنت في المنطقه دي هخفضه بقيمه 20% لان هي القيمه الاقل. شكرا لكم جدا. كان معاكم احمد نصرت من تريننج ويندوز.